لو بتحب بلدك اسمع الفيديو ده للاخر. في ناس لما بتيجي تحكم بتدور على المكاسب، وفي ناس تانية بتدفع ثمن حكمها من عمرها، من صحتها، من راحة بالها. وده اللي حاصل مع الراجل اللي ماسك البلد واللي كانت على حافة الهوية. عبد الفتاح السيسي ما جاش على بلد مستقرة، ده جه بعد ما مصر كانت على طرف حفرة من جهنم. جماعات، خونة، ناس باعت البلد وناس تانية بتحرقها بدم بارد. الاقتصاد كان بينهار، الامن كان ضايع، البنية التحتية بايظة، واللي كانوا بيحكموا وقتها كانوا شغالين مقاولين خراب مش رجال الدولة. لكن كان في هنا نقطة تحول. الراجل ده ما اختارش يكمل على نفس السكة، قال لا، البلد محتاجة جراحة صعبة، مش مسكنات، مش حلول مؤقتة، محتاجة شغل بجد، محتاجة تعب، محتاجة سهر. اشتغل على مشاريع قومية بكل القطاعات، شبكة طرق وغيرت شكل مصر، عاصمة إدارية جديدة علشان نخفف الزحمة ونبدأ من جديد، كهرباء كانت بتقطع ودلوقتي بتتصدر، مية، سكن، تعليم، صحة، كل ملف في الدولة دخل فيه. كل ده وفي ناس كانت بتسأل نفسها هو ليه بيجري قوي كده في المشروعات بتاعته؟ بيجري لأنه عارف إننا ما عندناش رفاهية الوقت. اللي بيضيع دقيقة في مصر بيدفعها دم بعدين. بس خلينا بقى نفتكر شوية، والتاريخ بيكتب، والتاريخ الحقيقي مش اللي بتقوله قنوات تركيا وقطر ولا اللي بيكتبوا بتوع التمويلات. التاريخ الحقيقي لعن وهيفضل يلعن كل اللي سجدوا لبتوع إسراء، وهيجي كمان يوم يلعن فيه كل اللي باعوا بلدهم في 2011. كل راعي غنم يفتكر نفسه سائر وهو بيخرب. لكن مصر عمرها ما كانت دولة عادية. دي مصر في القرآن، مصر حطين، مصر عين جالوت، مصر اكتوبر. مصر طول عمرها بتطلع في اللحظة الصح، وبتبقى هي كلمة السر. كلمة السر في ملاحم نهاية الزمان. اللي يضحكك بقى في المشهد ده انك تلاقي اللي كانوا عايزين يحولوك لسوريا وليبيا جايين النهارده ينتقدوا الراجل ده اللي منع الكوارث علينا، ويجي يسألوك بكل قلاطة هو الراجل ده بيعمل المشاريع دي كلها ليه؟ احنا عايزين ناكل. اقول لك ليه يا دني؟ علشان لما اولادك يكبروا ما يعيشوش نفس الرعب اللي احنا عشناه، علشان البلد ما تقعش وما ترجعش تحت رجلين اللي باعوها، ويجوا اللي ما يتسموا تاني يقولوا لك طب هو السيسي بيشتري سلاح ليه؟ هو احنا هناكل سلاح؟ لا يا دنيا يا ابو بطن فجعانه، علشان لولا السلاح ما كانش اتعمل لك قيمه ولا ليك مكانه في المنطقه، ما كنتش هتعرف تعيش وسط الديابه وسط البلطجيه وسط حراميه الاراضي والشحاتين، ما كانش هيبقى ليك مكانه في وسط الكبار، علشان احنا كبار والراجل ده اللي خلانا كبار بعد ربنا. في الاخر انا عايز اقول كلمه حق، اللي بيتعب لازم يتقال له شكرا، شكرا يا ريس. واللي بيحاول ينقذ بلده لازم الناس تعرف انه بيدفع ثمن كبير، مش بيحكم من غير حساب، ده بيحكم وتحت رجليه بركان. السيسي ماشي على جمر بس برضه ما سابش ايد مصر، واحنا كمان مش هنسيبه، لان اللي شايل بلد بحجم مصر مش محتاج اشاده والله، محتاج سند، محتاج ناس عندها دم تحس. شوفوا منظره وشكله عامل ازاي، ده بينام ازاي، بينام امتى، بيلحق كل يوم يروح يخلص مشكله امتى، البلاوي اللي حوالينا بره مصر بيلحق يخلصها ازاي، البلد من جوه زراعه وصناعه وتجاره ومدارس وصحه كل ده بيخلص ازاي. ده احنا منا ناس كتير بتيجي في شغلها وبتحاول تزوج ساعه، بالرغم ان هم بيشتغلوا في اليوم 4-5 ساعات عشان عايز يروح يريح، عنده مشوار، عايز يتفرج على الماتش، معزوم على عيد ميلاد، عنده فرح. الساعه اللي انت عايز تهربها من شغلك عشان تزوج فيها الريس مش لاقيها عشان ينام. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وبلاش تمشوا ورا اللي بيقولوا ماء. لو شايف ان الريس بجد بيتعب في البلد وشايف قد ايه انها شغلانه صعبه جدا، تبقى مسؤول عن 110 مليون بره وجوه ومأمن حدودهم وبيروحوا وبيجوا وبيتعلموا وبيخرجوا وبيعيدوا، خش قول كلمه حق للراجل ده. كل الدعم لسياده الرئيس، وبعد ما كلنا نكتب كلمه حلوه لسياده الرئيس في الكومنتات هنعمل ايه؟ هنشيرها له.